وكانت مقابله جميله ديال كره القدم، تمتعت بها الجماهير اللي حضرت المركب والجماهير المغربيه كلها اللي تابعت هذه المقابله في التلفزه. والسي رشيد راه ضيعت في المغرب فاتي، ضيعت 3 نقاط اليوم. بطبيعه الحال كان يمكننا نرجعوا بثلاثه النقاط، ولكن هذه هي كره القدم. تنظن على انه المردود ديال الفريق كان في المستوى، وبين على انه فريق المغرب الفاسي مازال غيقول الكلمه ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم في مقابله الاياب. وتنطلبوا غير شويه ديال الزهر وشويه ديال يعني الامور تمشي في الاتجاه الصحيح. اما تنظن على اننا عندنا فريق شاب، هذه المساله اللي خصنا ولا بد نشيروا عليها، وفريق اللي ما عندوش تجربه ديال القسم الوطني الاول. لحقاش ملي تشوف التركيبه البشريه تلقى يلاه ثلاثه ديال اللاعبين اللي عندهم تجربه ديال سنه كامله في القسم الوطني الاول. ولكن حنا وضعنا الثقه ديالنا في هاد الشباب هادو، وان شاء الله الرحمن الرحيم غيقولوا الكلمه ديالهم، ولنا اليقين انه باذن الله غادي يقولوا الكلمه ديالهم في مقابله ديال الاياب. وفريق المغرب الفاسي السنه المقبله ان شاء الله غيكون على احسن ما يرام، لاننا سنوجدوا واحد الفريق اللي غيلعب على الالقاب السنوات المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما نقولوش ان التحكيم التحكيم ماشي من عادتي على انني تنتكلم على التحكيم، وحتى اليوم ما غنهضرش على التحكيم. غادي نخلي انه كاينين الناس اللي شاهدوا المقابله، كاين الصحفيين، كاينه الجامعه، كاينه اللجنه المركزيه للتحكيم، تنخلي لهم انهم هما يحكموا على التحكيم. انا ماشي من عادتي نتكلم على. شكرا سي رشيد، ميرسي بوكو.